السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الرولي كيجي زوينه ولا بيوش كتجي زوينه وتقدموها هكا المائده ديالكم اولا في السحور، كتجي غزاله وخفيفه، يعني خفيفه على القلب. المهم هنايا غادي ندير واحد الطريقه ديال الجينواز باش نصايب الجينواز. صراحه هي يعني ملي جربتهم قلت الطريقه ديالي اللي كندير عاديه، يعني احسن صراحه. كنت مشاركه معكم في واحد الرولي بالكاكاو، جاتني احسن من هذه، ولكن حتى هذه جات زوينه. هنايا فرقت 4 ديال البيضات، البياض بوحدو الصفار بوحدو. كنطلع البياض مع قبيصه ديال الملحه، والصفار ديال البيض حتى هو كنطلعو مع السنيده. صافي، يعني كنطلع البياض مزيان، ومن بعد كنضيف السنيده مع الصفار ديال البيض والفاني، ساشي ديال الفاني. وكان من بعد هذا كنبدا كنخلط داك الصفار ديال البيض، كنزيد معاه الدقيق، وعاده كنبدا ندير داكشي تدريجيا، نخلط داكشي تدريجيا وخماره وحده. صافي دابا هنا غنطلع الصفار ديال البيض. عرفتوا دابا الصراحه الفيديوهات ولفت على لي غيل في انستغرام، لي غيل ما كيشدوش الهضره بزاف، صافي ولفت عليهم سبحان الله العظيم. دابا في الاول كنت لقيت مشكل، كنت كنهضر بزاف في الغيل. دابا لا، حيت كنت مولفه على اليوتيوب. دابا لا، اليوتيوب ما بقيتش كنقدر نهضر فيه بزاف، ولات كتجيني راسي راه كندوي بزاف. انا راه درت غير 2 معالق كبار ديال السنيده، ماشي بزاف، تقريبا شي نص كاس صغير ديال السنيده. صافي، وفانيا و4 صفار ديال البيض، وكنطلعوهم. من بعد عاد كنزيد الدقيق. انا درت تقريبا شي كاس كبير ديال العنبه ديال الدقيق مغربل بطبيعه الحال، وصاش خماره. غادي نزيد شويه بشويه من هنا، وعاد غادي نخلطو مع داك البياض ديال البيض اللي عندي، باش هكا ما يطيحش داك البياض. ومن راه هنا معايا يانيس باقي كيبرزطني الصراحه، فاش كيشوفني كندير شي حاجه كيبغي هو اللي يديرها، كيبقى يقول لي انا ندير انا ندير انا ندير. عرفتوا؟ صافي كيطلع لي الدم بعض المرات كنحبس، كنبغي نقول صافي نحبس صافي الفيديو، ما نبقاش نكمل. هنايا كيف ما قلت لكم بديت كنخلط هذاك كنخف، يعني كنجريه باش تسهل عليا. هانتوما دابا من بعد ما يعني خفقتو غير بشويه، يعني غير بشويه كتدخلوا الخليط مع بعضياته وكينسجم. انا راني سرعت الفيديو، اما هو راني كندخلو غير بشويه حتى دخل هذاك البياض، دخل كامل مع الخليط. صافي، وهنا كنديرو في كنوجد شي مول. راه البنات ما كطيبش بزاف الجينواز، 10 دقائق ما تفوتوهاش فيها. الفران يكون على 180 من الفوق ومن التحت. هو الخليط ديالي كيفاش ولا. وصراحه انا هاد لاطا جاتني شويه كبير على هاد الخليط، هادي خاصها صغر منها. مش مشكل، يعني قطعت دوك الجنيبات اللي تخسروا ليا شي شويه. كيف ما قلت لكم الجينواز اللي كنت درت قبل ب5 البيضات، ولكن راه جات واعره صراحه احسن من هذه. غير هي انا قلت لكم هذه حتى هي زوينه حيت جات مسقيه. وهذا صافي انا سرحت لاباط ديالي. من بعد غادي ندخلها الفران كيف ما قلت لكم على 180 10 دقائق، ما كتفوتوهاش. من بعد كنجبدها وكنسقيها بواحد الكاس ديال الحليب بارد، كنسقيها. وهنايا راني كنوجد يعني الفريز مع السنيده. داك كيجي زوين، هو اللي غنعمر به الرولي، كيجي زوين. تقدروا ديروا حتى ساشي ديال الفاني. صافي كيولي علاش كنسيرو. من بعد غير يبدا يذوب شويه، راه غادي نبدا نمعس فيه شويه هكا باش يبقاو الطريفات الصغار. اصلا هو كيطيب مع كيطيب راه صافي كي يذبان. يعني غادي نطلع واحد
150 مليلتر ولا 200، ديروها كامله احسن. صراحه انا درت زدت شويه مني بانت لي قليله، زدت شويه. صافي هذاك العصير ديال هذاك الفريز من بعد صفيته زدت عليه شويه في هاد لا كريم. هذاك الشيء اللي صفيته زدته في لا كريم فريش وصافي. كتجي مذاق ديالها زوين. وزدت حتى الجبن، نسيت ما وريتوش، يعني نسيت ما صورتوش. زدت حتى 2 معالق كبار ديال الجبن الجبلي، حتى هو كيجي زوين. صافي كما قلت لكم هنايا خديت شويه ديال الفريز، داك السائل اللي في الفريز اللي بقى ليا ها هو، وزدته في الكريمه. كتجي زوينه هاد خفيفه كتحسوا فيها خفيفه، واخا تاكلوا فيها تتعياو ما غاديش تحسوا براسكم كليتو فيها بزاف، ما كتقهمش. صافي هنايا طلعتها، ما تطلعوهاش بزاف حتى تكحلل ليكم. صافي انا حسيت بها بديت كنطلع فيها بزاف وانا حبست. صافي دابا غادي نخدم لاباط. كيف ما قلت لكم انا جاتني شويه رقيقه على المعتاد، حيت لاطه اللي درتها فيها كبيره شويه. صافي غنسرح لا كريم اللي عندي وغندير فوق منها هذيك الطبقه ديال الفريز. ممكن تضيفوا معها حتى اللوز مقلي بحال هكا، لوز مقلي ومهرمش، تضيفوا ديروه مع هذا مع مشات لي الهضره والله سمحوا لي، ما بقيتش كنقدر نهضر بزاف. اصلا انا دابا راني صايمه. صافي كنحس براسي سخفت. صافي قلت لكم ضفت هذاك الفريز بحال هكا، ممكن تضيفوا حتى اللوز مهرمش بحال هكا كيجي حتى هو خطير. عرفتوا دابا انا راحت شحال هذه باش صايبتها ودابا كنمونطي تشهيتها. غنعاود نديرها ان شاء الله هاد الايام، كتجي فنه، غير جربوها يا البنات زوينه. صافي المهم هنايا غنقادها ومن بعد غندير هذاك شويه اللي بقى عندي ديال الكريمه من الفوق. وانا زينتها باللوز ايفيلي، ممكن تزينوا باش ما بغيتو نتوما، لكم الحريه الاختيار. عرفتوا البنات غير ديروها والله حتى كتجي زوينه. واهم شيء هي خفيفه، ما كتثقلش على القلب نهائيا بتاتا. صافي انا قطعت لها هذوك الحواشي اللي بقاو وهكذا كتجي غزاله ولذيذه لذيذه بزاف. ما تنساوش تجربوها وردوا عليا الخبر. وهنايا غنقول لكم بالسلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.